مي هتقول لنا ايه يا مي النهارده؟ إلا رسول الله. لا علي صوتك انا مش سامع. إلا رسول الله. الا رسول الله. الا رسول الله. طيب قولي لنا كده هتقولي ايه بقى؟ إلا رسول الله في زمن الردة والبهتان ارسم ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهذيان هل هذا حق الإنسان أن تشعل عقدك في الإسلام أن تشعل نارك في القرآن أن تسخر بحبيب الرحمن أن تسخر بحبيب الرحمن أن تسخر بحبيب الرحمن فمحمد باق فمحمد باق فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. لم ذلك الحقد الغزير أفليس عندكم ضمير لم يحتقر شخص النبي محمد إلا حقير ماذا جناه المسلمون ليحسدوا الحقد المرير ماذا جنى يا هؤلاء المصطفى الهادي البشير وهو الذي من ليس يبصر فضله شخص ضرير أثنى على أخلاقه من بينكم خلق كثير وبعفوه في فتح مكة يضرب المثل الكبير ماذا جناه زاهد ورع ينام على الحصير حتى يلاقي مثله من مثلكم هذا المصير. عايزين نسمع دفاع عن النبي عليه السلام جميل لابننا الجميل عبد الرحمن. تعالوا بقى نسمع عبد الرحمن هيقول ايه ونركز في اللي هيقوله عبد الرحمن ونشوف الدفاع عن النبي عليه السلام ازاي بيكون. اتفضل يا عبد الرحمن. يا رسول الله عذرا يا رسول الله عذرا قالت الكفار كفرا قد أساءوا حين زادوا في رصيد الكفر فجرا حاولوا النيل ولكن قد جنوا ذلا وخسرا هل يعيب الطهر قذف ممن استرضع خمرا لو عرفوك حقا لاستهاموا فيك دهرا سيرة المختار نورا كيف لو يدرون سترا لو دروا من أنت يوما لاستدادوا منك عطرا قطرة منك فيوض تستحق العمر شكرا أنت في الأضلاع حي لم تمت والناس تترى أنت لم تحتج دفاعي أنت فوق الناس ذكرى سيد المرسلين رحمة جاءت وبشرى قدوة للعالمين لو خبت لم نجن خيرا يا رسول الله عذرا قومنا للصمت أسرى لم يعد للصمت معنا قد رأيت الصمت وذرا فمتى نقذف نارا تدحر الأوغاد دحرا يا جموع الكفر مهلا إن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا. الرحمة اسم وشعار ومنهج وغاية. وأما